رمضان جه، كل سنة وانتم طيبين. وبدأنا في المسلسلات كالعادة زي كل سنة، وبدأت المسلسلات والبرامج والإعلانات زي كل سنة عادي، مفيش أي تغيير. حبينا ندردش بقى مع بعض، يعني إيه اللي حصل في أول يومين رمضان. أنا طبعا مش هضحك عليكم، أنا زي أي مواطن عادي متجاهل جدا للتمثيل. متجاهل المسلسلات والبرامج وكل حاجة، يا دوب بالصدفة كده لو اتفرجت على حاجة بسيطة صغيرة كده، بس قلت مفيش مشكلة، ممكن الحاجة البسيطة دي اطلع منها حاجة. يعني حبيت ادردش معاكم واتكلم. يعني في حاجة انا ملاحظها كل سنة، يعني مثلا اخر 5 سنين كده ملاحظ انا نجوم الصف التاني والتالت بالتحديد كل سنة بشوفهم هم في كل المسلسلات، في كل مسلسل مع كل بطل هم برضو. ايه الحكاية يا جدعان؟ اللي انا اعرفه عن التمثيل مثلا ليه قاعدة كبيرة جدا من النجوم الصف التاني والتالت. الصف الأول طبعا عشان مميزين فهم مش بالكترة زي الصف التاني والتالت، يعني هم ما فيش غيرهم. يعني كل سنة ما فيش غير المجموعة اللي يا دوب 30 نفر 40 نفر منتشرين بقى في كل المسلسلات وكل حاجة، يطلعوا من هنا لهنا. وكل سنة فين باقي الناس اللي قاعدة في بيوتها دي؟ احنا لينا حق عليهم نشوفهم. وقعدت افكر كده مع نفسي، يعني هل هم وحشين؟ لا خالص، يعني ده احسن من اللي هم بيمثلوا. طب ايه السر؟ يعني لو حد فاهم السر بس يبعت لي في التعليقات. في حاجة مجبورة علينا، الممثلين دول ليه مجبورين علينا كل سنة؟ انا مش معاهم يعني ولا ضد اللي موجودين. حاجة لفتت نظر على مدار ال5 سنين اللي هم اللي فاتوا، كلنا بنتفرج على نفس الناس، نفس النجوم الصف الأول برضه، ونفس النجوم الصف الثاني، ونفس نجوم الصف الثالث. الناس اللي هي قاعدة في بيوتهم من النجوم كبار بالنسبة للصف الثاني والثالث، هم فعلا نجوم كبار. ليه؟ عشان هم اللي بيشيلوا المسلسل كل سنة، يعني هم اللي بيشيلوا المسلسلات كلها كل سنة. بس في قاعدة من الممثلين كبيرة جدا هي اللي بتحللنا المسلسلات. بعد كده اتجهنا للي هم العاديين، انا بقول العاديين مش مبهرين قوي، يعني بيمثلوا مجتهدين. خليش حد يعيط كده. انتوا ملاحظين معايا طبعا، انتوا عارفين انا عاوز اقول ايه. واي حد بيتفرج عليا يعني تعالوا كده، اي حد فاكر اي ممثل من نجوم الصف الثاني والثالث والرابع، يعني النجوم اللي هي تحت بطل المسلسل، اي حد فاكر اساميهم، اي حد فاكر ادوارهم، اكتبوه لنا في التعليقات، فكرونا بيهم. يمكن حد يشوف مثلا الفيديو بتاعي ولا حاجة، يقرأ التعليقات يلاقي اسمه ويفرح. بندردش يعني، بنسلي وقت، بنسلي صيامنا يعني. بس فعلا الناس دي ليها حق ان احنا نتكلم عنهم. يعني في ممثلين كانوا بيعملوا ادوار صعبة جدا، راحوا فين أنا مش عارف والله. بس افتح القناة الاقيهم. بابا وانت مش كنت بتاع السنة اللي فاتت؟ هو انت هو برضه نفس مع البطل؟ او مش انت هي اللي كانت مع البطل السنة اللي فاتت؟ بنقعد نقول كده بقالنا 5 سنين على الحال ده. تعالوا بقى نتكلم عن نجوم الصف الأول. احنا طبعا كلنا عارفين ان كل نجم من الصف الأول موجود دلوقتي هو ما بقاش شاب، بقاش لسه صغير. مثلا زي انا نسيت كمان نجوم الصف الأول. زي مين؟ قول لي كده. محمد إمام مثلا. يعني محمد إمام فعلا هو مش كبير قوي، بس يعني لا انا مش عاوز اغلط بقى. انا مش عايز اتكلم على محمد امام، ومش عايز اتكلم على العوضي، ومش عايز اتكلم على مصطفى شعبان، ومش عاوز اتكلم على اما انا اتكلم على بين ما هم دول اللي موجودين. يعني انا جمعتهم بالاجماع يعني مع بعض كده في الخباثه. انتوا يعني كبرتوا، عاوزين بقى نشوف ادوار الكبار. محدش فيهم عاوز يكبر ليه؟ يعني من كل الممثلين دلوقتي محدش عاوز يكبر ليه؟ محدش عاوز يبقى عنده اوقات شحط كده ابنه وبيحاول يجوزه وبيحاول يدخله جامعة. الحاجات اللي احنا بنشوفها دي ما شاء الله كلهم، كل واحد عاوز يطلع لي فرداني. انا لوحدي اهوت، انا لسه بقى واد شاب.
يا دوب يطلع له زوجة. يا جدعان ده انتوا المفروض تكونوا بتجوزوا أحفادكم دلوقتي. الأستاذ مصطفى شعبان، يعني أنا كنت هتكلم على مصطفى شعبان بس هديك مثل. يعني انت كنت طالع لنا في مسلسل الزوجة الرابعة، بس فعلا انت كنت بدأت بقى ايه، تبقى الأب. احنا يعني تبقى الأب، عندك أولاد، عندك أسرة، الحاجات ديت انت فعلا كنت هتبدأ تليق في المرحلة السنية ديت للأدوار دي. كنت انت بدأتها. يعني كل سنة كنت انت هتبقى مميز بقى. شفت بقى، يعني انت كنت هتبقى، احنا كنا حابينك، احنا كنا حابينك كده. ومحمد إمام والعوضي يعني يعتبروا في سن بعض يعني، بس برضه ما بقوش شباب. ما تعملوا لنا ادوار يا جدعان كبيره يا جدعان. احنا على فكره في رمضان، يعني اللي انتم مش فاهمينه ان احنا في رمضان وده مسلسل مثلا 30 حلقه مش فيلم. خلاص يبقى اللي انتوا هتعملوه ده اعملوه افلام. احنا مش عايزين اكشن. انا بصراحه انا مش عايز اكشن، عاوز اكشن اروح اتفرج على فيلم. جه موسم رمضان يبقى كل المسلسلات اسريه. بس اللي بيتفرج عليكم مين؟ الاسره. الأسرة كلها بتتفرج يا فرحتي بقى مستنيين المسلسل بتاع رمضان، وانتوا ما شاء الله عاوزين تورونا انتوا ازاي بتضربوا 15 واحد في نفس الوقت. وخلاص ذوقنا بقى كده، ذوقنا ما بقاش كده. دي كانت ملاحظة ليا بسيطة كده يعني. انا كان نفسي اقولها الصراحة، يعني عاد عم كابت نفسي اتكلم في الموضوع دوت. كل سنة بعيد نفس الكرة، كل سنة بنعيد نفس الكرة. اللي عايزين بقى من أول السنة الجاية بقى خلاص شبعنا أكشن. نبدأ بقى من أول الموسم الجاي في رمضان إن شاء الله نغير بقى من أسلوب تعودنا في المسلسلات. يعني احنا خلاص عودتونا على حاجة معينة، ان خلاص بقى كل سنة مستنيين بقى نشوف محمد امام هيضرب كام واحد، العوض هيضرب كام واحد، محمد رمضان هيضرب كام واحد، مصطفى شعبان يا ترى هيعرف يضرب كام واحد. خلاص بقى قاعدين بقى كده هو مستنيين. لا، من اول الموسم الجاي نفهم بقى، نفهم ذوق الشعب المصري عامل ازاي. هو ده ذوقنا، هو يعني تفكيركم. كل بطل وهو بيختار السيناريو بتاع المسلسل، ايوه هو ده الذوق بتاع الشعب المصري، هو ده الذوق اللي الاسر المصريه هتتفرج عليه. خلاص هو ده تفكيركم بقى. وقعد يقول لي طب انت بتتكلم ليه طالما انت ما اتفرجتش على مسلسلات؟ يا ابني انا مش محتاج اتفرج. قال لا انا يا دوب لمحه كده اهوت بعرف نظام المسلسل. قال لا هي كل سنه، يعني مش مستاهله اتفرج على ال 30 حلقه عشان اجي اقول يا انتوا لازم هتعملوا ده كله، انتوا لازم هتعملوا كل مره ده. مش لازم ده هو. طب اقول لك على حاجه، برومهات رمضان يعني. هو اشمعنى كل من اول البرومو لاخره جايبين شد اعصاب وضرب وزعيق؟ ليه؟ يعني هم فاهمين ان هو ده اللي الشعب المصري عاوزه. هم فاهمين كده، ان هم فاهمين ان الشباب خلاص اتعودت على ده. يعني هو البرومو ده اللي كله ضرب وطحن ومش عارف ايه، هو ده بقى اللي هيخلي الناس تتفرج. تعال لي بقى استاذ ياسر جلال، يعني ليه؟ سؤال بيجمع الشعب المصري كله في كلمة واحدة لحضرتك. ليه؟ يعني هو من كده لكده؟ طب هتهلا بالتدريج. تقوم من ياسر جلال لياسر جلال، ايه ده يا عم؟ ما انت ما بتلخبطش دماغنا بقى. الوحيد اللي انا سقف له اخر 5 سنين هو بجد افضل ممثل من وجهة نظري في كل مسلسل، مع انه مش نمرة واحد في المسلسل، ماهوش مسلسل مكتوب باسمه. هو الفنان الكبير العظيم اللي يعني بيحسسنا كده بزمن الفن الجميل باسلوبه وبعظمته في الكلام وفي التمثيل. هو الاستاذ رياض الخولي اللي المفروض نديله جايزة احسن ممثل خلال اخر 5 سنين. دي جايزة لوحدها كده. اخر 5 سنين ايه ده؟ لوحده عامل 5 اجزاء بتاع سلسلة دم. دي لوحدها ياخد جايزة. وبعد كده 5 6 سنين متواصلة جايزة احسن ممثل.
في اخر 5 6 سنين متواصلة. ورسالة لنجوم الصف الاول، انا عايز اقول لكم بس كلمة واحدة، يعني انتوا دلوقتي نمرة واحد على الساحة، بصوا لنفسكم انتوا بتقدموا لنا ايه. خلي حد كده يعد لنا مسلسل من اللي انتوا عملتوه في اخر 5 6 سنين، مش هنتفرج عليه. هي بس بتبقى في الاول حلاوة روح تسلية في شهر رمضان مش اكتر. اما حاجة انتوا عملتوها تخلينا نتفرج مرة واتنين وتلاتة مفيش. كل الشعب المصري بيقول لكم، كل الشعب المصري وانا كل الشعب المصري، انا بقول لكم، انا والله انا باصص لكم بصة تانية خالص. يعني انا باصص لكم انكم انتوا الواجهة، انكم انتوا النمرة واحد في الفن. يعني سيبوا اللي انتوا بتعملوه ده للشباب اللي طالعه، يعني ما تحاولوش تبقوا شباب غصب عنكم. الا في شباب طالعه، ادوهم بقى هم بقى ادوار الاكشن وادوار مش عارف، شباب لسه طالعه بقى، انتوا بقى اعملوا حاجات كبيره. يا اما تشتركوا مع بعض، ولو عجبتك الحلقه بقى ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك، وشوف وشك على خير.